يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ابو الانسان ثانوية عامة خلصت، الدنيا بقى الشوارع كلها بقت زحمة دلوقتي، التيك توك كله بقى حزن وفرح، ما بقتش فاهم تفرح ولا تزعل، شعرك بتتفشخ كده وانت عمال تسكرول مش فاهم، في ناس فرحانة قوي، ناس زعلانة قوي. النهارده هنتكلم عن ثانوية عامة، يعني مش هدي طبعا نصايح بقى والشغل اللي هو تاخد دروس عربي مع مين، مستر محمد صلاح ولا مستر رضا الفاروق. النهارده هنتكلم عن الهبل اللي حصل في ثانوية عامة. الف مبروك لكل الناس اللي نجحت، الف مبروك لاخواتي اللي نجحوا واللي ما نجحوش، ان شاء الله تلاقوا عارف اقول ايه اللي ما نجحوش بصراحه، بس اكيد دي مش اخر الطريق، اكيد ده مش اخر الطريق، هم تقريبا بيقولوا كده، وان شاء الله ربنا يكون في عونك وربنا يكرمك. بس قبل ما نبدا اي حاجه وقبل ما نقول اي حاجه، في حاجه مهمه جدا محدش خد باله منها، محدش اتكلم عنها، ان بنت علاء زينهم بنت الفنان القدير نجحت ومحدش بارك لها، جابت 97% ومحدش بارك لها، يعني عشان الفنان يعني ما عادش بيمثل، يعني ممكن نعلقها ثواني يا جماعه، ثواني نعلقها هنا كده. يا سلام يا سلام، الف مبروك والله. عامه بقى اي حد متضايق من الترند ده، الترند طول قوي وبتاع، انت عندك حق، الترند يا جدعان بجد طول قوي، فعشان كده بقى النهارده احنا في الشارع نخلي الناس كلها تبارك لاولاد الفنان علاء زينهم. انا النهارده مش هخلي بيت زعلان، مش هخلي حد ماشي في الشارع ما يباركش للفنان علاء زينهم واولاده واحفاده، انا هخلي الناس كلها بجد تبارك. هنشوف بقى حد ماشي في الشارع طبعا زي ما انتم شايفين كده، ايه الدنيا فاضيه خالص، مش عارف الناس عرفت ان انا تقريبا بصور، فمش حد نزل من بيته غالبا. مش هتبارك لابن الفنان علاء زينهم، انه يقول الف مبروك للفنان علاء زينهم، دافع 10 جنيه في الحاجات دي، بس مش خساره حضرتك يا فنان يا كبير يا عظيم. يا رجاله باركتوا لبنت الفنان علاء زينهم. لا يا عم الف مبروك الف مبروك، تعالى بارك للناس يا عم. مش عايز تبارك لبنت الفنان؟ ده ابنه يا عم، ده ابنه يا عم، يا عم ايه يا عم ابنه، هو في شبه بس ده ابنه. هو ده ابن الفنان. ابن الفنان، الف مبروك يا انا مش عارف اودي المايك فين، والله شبه الاثنين. سمعت انت ما باركتش لبنت الفنان علاء زينهم، ما ينفعش كده، ما ينفعش. متحمس قوي انا بقى. عارف جابت كام؟ 97%. الف مبروك لبنت علاء زينهم. ابنه باركت لابنه كمان ابنه شبه قوي. الف مبروك. حفيده في حفيد كمان. حفيد الفنان علاء زينهم، هو شبه ابنه شويه بس ده اللي الاي اي عارف يطلعه، ده جاب 97% برضه. الف مبروك، ده قرايب واولاد فنان علاء زينهم، الراجل بيبارك لهم. الف مبروك ليهم والله، وفرحت من قلبي بجد. لا والله بارك لها كل سنه، بس بارك لها السنه دي مش عارف هي كل سنه بتنجح ولا بتسقط عشان نبارك لها. لا جاب 97%. ما شاء الله. الله انت باركت لها ولا ايه؟ لا انا ما اعرفهاش بصراحه. طب اكيد عارف ابنه، ده ابن الفنان علاء زينهم، باركت له برضه جاب 97%. متوقع باركت لحفيده؟ لا ما اعرفش حبيبي. كلهم في الثانويه عامه ولا ايه؟ ما هم كل سنه ثانويه عامه، علاء زينهم لسه متخرج اول امبارح. انت جبت كام ثانويه عامه؟ ايه الاحراج ده يا عم؟ يا عم ما تضايقنيش يا عم ما تضايقنيش. كل واحد ينسى. يلا. كلنا بندعم الفنان علاء زينهم. الف مبروك. خد بالك هو من ساعه فيلم الاحمد نصر وجاله الاخر. لسه بندور، هل شايف ان في نظريه مؤامره انها تنجح كل سنه ب 97%؟ 90% كل سنه، هل مثلا هي تبع الماسونيه؟ ممكن كبير قوي. هي 7 سنين ولا من كام سنه لسه في نفس الشكل، هي ما بتكبرش. هل مثلا دي مثلا خلطه البقدونس؟ لا كزبره. كزبره. كزبرة هي شفت ابنه؟ لا ابني ما شفتوش. إيه؟ ما هم العيله كلها ماسونيه، ده كان 97% برضه؟ ده بسنه. صح يا شاطر يا. طبعا مثلث اهو، مثلث ده يبين ان هو إن العيله دي ماسونيه. انا الموبايل ده جه في ايدي يا جدعان. مثلث على الجرافطه، ده اول مثلث. تاني مثلث احنا لو كملنا خط هنا كده هيبقى تاني مثلث، غير كده فتحه القميص على شكل مثلث. انت متخيل؟ انت شايف اللي انا شايفه كده ممكن يسقف الراجل ده. دكتور محمود صلاح ماسوني؟ بالتاكيد بالتاكيد مما لا شك فيه. مما لا شك فيه. هل الماسونيه ليها يد في ماتش مصر ومنتخب مصر والارجنتين؟ بسبب رئيس عمل كده على شكل مثلث. هل حسام حسن مسؤولي؟ حسام حسن مسؤولي؟ ايوه طبعا حسام حسن مسؤولي، هو حد يوصل اللي احنا وصلنا له ده؟ الراجل ده اسطوره يا جدعان، الراجل ده كشف كل حاجه مما لا شك فيه ان هو راجل عالمي. الف مبروك يا فنان، الف مبروك والله العظيم. الله يبارك فيه والله. فنخش بقى في الفيديو عشان الفيديو ده مليان حاجات، انا جايب حاجات كتير قوي شفتها ومحتاج اتكلم عليها. فازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا احمد ابراهيم ودي حلقه جديده من سلسله جحيم الوعي. وما تنساش طبعا تعمل السبسكرايب، تعمل اللايك، تكتب في الكومنتات، تنزل في الكومنتات تبارك لبنت علاء زينهم. اوه شاورما غدانا يا اخواتي. اوف هاتي بطاطس الله. سلام بقى لو كوبايه شاي، سلام بقى لو نعمل كوبايه شاي. غالبا كل ده انا بصور جوه، كل ده والمايك جاب كل ده. انا في المطبخ دلوقتي، حدثكم من المطبخ. هل نفسك تدرس مبدئيا كده اللي ما يعرفش، ده افشل واحد ثانويه عامه، الراجل ده افشل واحد ثانويه عامه، جاب 320 من 320، جاب 100%. يعني تخيل الفشل اللي هو فيه. في جامعة الزقازيق ولا نفسك في جامعات تانية زي مثلا الجامعة الأمريكية؟ والله ده بعدين بقى، لان هو لسه تنسيقه كده. يا اسطى تنسيق ايه بالله عليك يا جدعان؟ جايب 100%، جايب 100% ومستني التنسيق. صح، ده يلعن ابو الفشل. الفشل شيء وحش جدا. تنسيق ايه يا اسطى اللي انت مستنيه؟ جايب 100%، المفروض انت اللي تحط التنسيق للطلاب. التنسيق اصلا مبني عليك انت، هيعلى بسببك انت. هو الناس الفاشله بتفضل مستنيه التنسيق، اصل هو فاشل جدا. النهارده بديها الايفون 17 عشان هي تعبت. ايفون 17
17. انا غالبا لو وريت الفيديو ده لامي هتقول ان ده اي يا جدعان. انا بجد اخر يوم امتحانات ده ولا اي حاجه حصلت، روحت عادي جدا ولا حتى في وشي، حتى روحت عادي نمت وصحيت عادي قشطه ولا كأن في حاجه. يعني انت ما استنتيش النتيجه وقررت تفرحيها النهارده؟ انا قلت لك انا راضيه بكل حاجه يجيبها ربنا. هي عارفه ان جايه لها النهارده بالتليفون ايفون 17. والله يا طنط زي العسل، والله زي العسل. انا حسيت ان انت امي قوي، حاسس ان انت زي امي وانا زي ابنك بالظبط. انا بقبل هدايا جدا، يعني لو في واحد ايفون 17 يعني هنا لا مش هم وانزاح، هي طول عمرها على قلبي جميله. عسل والله يا طنط، والله عسل. ايفون بس 17 يعني، بس والله عسل يعني. تقريبا كانت اقلام، تقريبا كانوا بيصوروا اقلام او بيصوروا مثلا فناجين قهوه مثلا او كوبايه شاي. يعني انا مش فاهم هو ده فيديو يوتيوب؟ يعني انت كنت مثلا بتعمل تحدي، مش فاهم ده فيديو يوتيوب ده ولا ايه؟ كل ازايز البيبسي دي ايه يا اخويا؟ انت مقاطع غزه ولا ايه؟ تقريبا انا الكنسه. يا جماعه بالله عليكم حد يقنع يانجو بلاي هم يمشوا الادمن بتاعهم بالله عليكم. الكومنتات بجد ما عادتش بتضحك. حاسس انا عايز اعمل فيديو كامل عن كومنتات يانجو بلاي يا جدعان. تقريبا المنهج كان دسم قوي، حاطين لك بقى النجمتين. احنا مواكبين العصر فاهم، احنا جين زي برضه اللي هو ارحمونا يا يانجو بلاي، ارحمونا بالله عليكم. كل الناس اللي سقطت في الثانويه العامه وما جابتش تقدير هنطلعك مجانا لشرم الشيخ والساحل ومطروح. هتطلع رحله كامله مجانا شامله الانتقالات والاقامه. عموما يعني انا ساقط ثانويه عامه. عموما انا اصلا سقطت في ثانويه عامه، وانا اكلم حضرتك اكتب له كومنت انا ساقط وبكل فخر. انا ساقط وبكل فخر. اتمنى من حضرتك ان انت ترد عليا ان انا بجد عايز اطلع الرحله دي. انا سقطت في ثانويه عامه. انا كده جمعت ايه؟ كده جمعت من الفيديو ده ايفون 17 من طنط، وكده جمعت رحله ساحل بس. ايه اخبار الامتحان؟ امتحان جاي في لا ما تهزروش مين ده يا جدعان؟ ما هو ده مش طبيعي يعني. فيزياء كده، كيمياء وعربي. احنا بقى مش عارفين نعمل ايه بصراحه يا جدعان. ده مش طالب، ده 100% مش طالب. ايه الهبل ده؟ ده واحد عنده 30 سنه، ده شغال موظف حكومي 100%. كله من الفراخ البيضاء، كله من الفراخ البيضاء المهجنه. في الثانوية العامة دايما بنسمع ان كلمة علم رياضة يعني هندسة او حسابات ومعلومات او اي حاجة ليها علاقة بالرياضة. يعني انت بدأت تفكيرك في موضوع دخولك لكلية الحقوق كان في الثانوية العامة ولا ده كان قرار قديم؟ لا هو من وانا صغير. ما شاء الله ما شاء الله يا جدعان. انت ازاي عملت المجهود ده كله يا عم؟ ايه يا عم المجهود ده كله يا عم؟ انت ايه ده؟ اكيد قاعد بقى يسخن. من وانا صغير نفسي ان شاء الله ربنا يكرمني والتحق بسلك النيابه. يا جدعان حرك ايده، يا جدعان ده حرك ايده. ايه الطاقه والنشاط اللي عندك ده؟ حرك ايده واتكلم. نفسي ان يكون ليا دور ان شاء الله في تحقيق العدل في مصر والحفاظ عليه. انت مش خايف تتصاب؟ خايف مثلا يجيلك اصابه مثلا من كتر المجهود عملت ايه في الامتحان؟ النحو كان صعب جدا والنصوص كان صعبه جدا برضو. بس ايه الدفعه دي عبيطه يا جدعان. المفروض ان احنا بنعيط في الحالات دي، ان احنا بنزعل وبنعيط وبتاع. اللجان كان اخبارها ايه والامتحان؟ اللجان ما كانتش وحشه قوي، بس احنا ما كناش عارفين نحل. ربنا يسعدكم يا رب، ربنا يديم الضحك. انا شغلت ايه؟ يا طنط يا حبيبتي يا لهوي، والله شغلتك بالغلط. والله يا طنط انت زي العسل، زي امي وانا زي ابنك. عايز ايفون 7 نقفل بقى عشان ايه؟ فيهاش حتى لحد كده. لا انا اخش ادبي لا اخش اصعب. شاطره والله العظيم شاطر. استغفر الله العظيم يا رب، انا بحلف. ما شاء الله يا بنتي. هي دي الشطاره، هي دي اتعلموا منها. هي دي المثل الاعلى. بس انا بكذب فشخ. وحياة قلبي وأفراح. بشرى صغر طلاب الثانويه العامه. يعلن معهد تهشيك الجمبري عن فتح باب الحجز بمجموع 10.5. هتفشخ في الكومنتات وانا متوقع حاجه زي كده. دول احسن مدرسين ممكن دفعه 2027 ياخدوا معايا. يلا يا عم. طب انا اقول ايه بالله؟ انا ما عنديش مانع اتفشخ في الكومنت. بس ده ما ينفعش. اعدادي وثانوي. اول حاجه العربي اكيد مش محتاجه اتكلم. مستر محمد صلاح غني عن التعريف طبعا. طبعا يا جدعان طبعا. هبل ولا ايه؟ احنا بقى ناخد نصيحه من الاستاذه ايمي. الاستاذه ايمي بتتمشى. يعني فعلا كانت بتتمشى، ما كانتش فاضيه انها تذاكر. فايمي بتتمشى قررت ان هي تدي نصايح. تدي بقى نصايح بقى عن ثانويه عامه والدفعه الجايه تاخد دروس مع مين. البحثه والتطبيقيه مستر اسلام السعيدي ومستر اسامه سعد الله حلوين جدا. ما تنسوش تعملوا. مستر اسلام السعيدي ومستر عبد الله دول اكتر اتنين هم مأذيين من الفيديو ده. اسلام السعيدي ومستر اسامه سعد الله. مستر اسامه سعد الله يعني غلطت في مستر اسامه سعد الله. حاول بقى تعمل ريبورت بقى، تعملها وحمله عليها مثلا. اي حد بيسال انا جبت كام في المية، انا جبت 15% يا جماعه. وما تحاولوش تدوروا باسم ايمي ولا ايمان ولا مي ولا اي، ده مش اسمي اصلا.
ريحوا بقى. بتكلمينا كده ليه يا ايمي؟ عملنا لك ايه يا ايمي؟ طيب ادتنا حته ريحوا بقى، هو ريحوا بقى، مش فاضيالكوا، ريحوا بقى، وانا فاضيالكوا. ربنا يكون في عونك وربنا يوفقك في اللي جاي وما تزعليش، انا بهزر. لازم نرمي الجمله دي في الاخر، لازم نرمي الجمله دي بعد اي حد بتكلم عنه. اكون رميت الورقه بتاعتي، فاهم؟ اكون رميت كل اوراقي، اللي هو في الاخر كده بعد ما اعمل كل حاجه اقوم مديله ايه؟ ما تزعلش انا بهزر، فاهم؟ اللي هو بقى خلاص بقى، اللي هو ينسى اللي انا قلته عنه خالص. يا عم خلاص يا عم، ده طلع بيهزر يا عم. يا عم انت بتزعل من الهزار يا عم، بتزعل من الهزار، بهزر يا عم معاك. بس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك طبعا والسبسكرايب. اسكت بالكم برضه البنت الفنانه علاء زينهم. فالسلام عليكم، خش انام لان انا مش قادر خالص. وحياة قلبي وأفراحه وهناتني